السلام عليكم. اليوم راح نحضر معاكم لوبيا ماشطو مقليه بالبصل وطوماطيس وكسره. نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير وما تبخلونيش بجام ومتابعه، ونمروا لطريقه التحضير. في مقله حطيت كميه تاع الزيت، سنه تاع الثوم، نقليها شويه ونضيف لها 2 حبات بصل كبار. بعد ما تقلى البصل مليح نضيف له حبه طوماطيس كبيره منقيه ونقطعها مربعات صغار، نقليها مليح. مغرف صغيره حرور، مغرف صغيره ملح، مغرف صغيره كمون، ونص مغرف صغيره قرفه. نضيف لوبيا ماشطو اللي كنت بخرتها، نحط نص كاس تاع الماء، نقص لها ونخليها طيب شويه. كسره عندي 2 كيلات تاع سميد متوسط، كيله فرينه، مغرف صغيره تاع السكر، و2 مغارف صغار تاع الملح. نخلطهم مليح ونضيف لهم 4 كيلة تاع الزيت، نبسسها غايه ونضيف كيلة تاع الماء دافي. عجينه طريه نفتحها ونتقبها، نحطها طيب في الطاجين اللي كنت سخنته من قبل ونطيبها على نار متوسطه. بعد ما طابت اللوبيا نرش فوقها شويه تاع المعدنوس. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.